صباح الخير، يا رب تكونوا جميعا بخير وبأتم صحة وانتوا بتشوفوني النهاردة. عملت الفيديو اللي قبل ده كريمة الجبنة، وعملت كمان صوص الكراميل، وقلت لكم ان انا هنزل لكم التورتة بعديهم على طول. انا اسفة ان انا اتأخرت، بس انا حابة بس تاخدوا فكرة سريعة، لان احنا قبل كده عملنا تورتة مع بعض، فمش حابة ان انا اطول عليكم. حبيت بس اشارككم بكريمة الجبنة الجديدة دي وصوص الكراميل، ما عملناهوش قبل كده. وكمان هنعمل مع بعض النهاردة التورتة الاسفنجية او الكيكة الاسفنجية بس بالكاكاو، نفس مقادير التورتة اللي احنا عملناها قبل كده، بس المرة اللي فاتت كانت كلها فانيليا. فانا هحتاج نفس المقادير، هتلاقوها في صندوق الوصف. 6 بيضات يبقوا بدرجة حرارة الغرفة، يبقوا حجم وسط. فانيليا يستحسن ان هي تبقى سايلة. وكمان الدقيق 155، شلت منهم 25 جرام بس كاكاو، وشوية من الليمون، وكمان السكر 175 جرام. اهم حاجة الطبق اللي انا هضرب فيه لازم يكون ناشف كويس جدا، مفيهوش اي ميه. انا بحط البيض كله على بعضه من غير ما بفصل صفار او بياض، بحط عليه الفانيليا وبحط عليه عصرة الليمون وبحط عليه السكر كله مرة واحدة، مفيش مشكلة. انا بس ان المرة دي حطيته على 3 مرات، بس مفيش مشكلة ان احنا نحطه مرة واحدة. اهم حاجة في التكنيك دوت ان احنا نقعد نضرب المكونات دي كلها 10 دقايق، مش اقل من 10 دقايق. وطبعا بما ان هي كيكة فيروز فهي ساعدتني في الضرب ده. ضربنا لحد ما اخدنا القوام اللي انتوا شايفينه دوت بعد 10 دقايق بالظبط. وزي ما قلت لكم المره اللي فاتت في كيكه الفانيليا، ان انا بحط فيها عود خشبي عشان اتاكد من ان القوام مظبوط. المفروض ان هو ما ينزلش لتحت اول ما نحط العود الخشبي دوت، يفضل ثابت. بعد كده بقى بجهز المكونات الجافة. حطيت الدقيق 155 جرام، و25 جرام من الكاكاو السادة او الخام، وكمان بس هم دول اللي انا حطيتهم. وببدا ان انا اضيفهم على الخليط البيض تدريجيا، مش مره واحده. يعني انا حطيتهم على 3 مرات، وبمسك مضرب من تحت لفوق في نفس اتجاه الضرب اللي انا ضربت بيه البيض. يعني لو بضرب من اليمين للشمال هتفضلوا برضو ماسكين نفس الجهة، علشان الهواء اللي احنا دخلناه للبياض البيض او الصفار او البيض عموما، كله الخليط بتاع البيض ما يخرجش مننا بسهولة. ببدأ ان انا اعمل نفس الفكرة. ولازم برضو اتأكد ان ما يبقاش في اي دقيق موجود في تكتلات الكيك، عشان ما يبقاش بعد السوا الكيك معايا مكتل ومش فلافي كده زي ما احنا محتاجينه. بعد ما بخلص كل كمية الدقيق واتأكد ان هو مش موجود، بلم اطراف الكيك نفسه بالسباتولا زي ما انتم شايفين، وبنقله للقالب بتاعي. انا دايما بستخدم نفس الحجم 15 سنتي، يعني حجم مناسب ليا. بكون دهنة القالب زبدة، وكمان حاطة ورق زبدة من تحت ومن الجناب زي ما انتم شايفين. بحط فيه كل المكونات، وبيكون عندي الفرن سخن ظبطاه على 165 درجة. وبعد كده بسيبه في الفرن تقريبا 35 دقيقة. بعد ما بيستوي بتأكد ان هو استوى من العود الخشبي، بسيبه برضو في الفرن. والفرن موارب شوية، مش مقفول قوي ومش مفتوح على الاخر، بسيبه تقريبا نص ساعة لحد ما بيهدى تماما. بخرجه من الصينية وبشيل من عليه الورق الزبدة، وبسيبه لحد ما بيبرد تماما. ما ينفعش ان انا اقطعه خالص في المرحلة دي عشان ما يفتتش مني، لان هو بيبقى سخن لسه ما بردش. بسيبه بقى وبغطيه لحد ما بيبرد تماما. وببدأ بقى ان انا اقطعه بأي طريقة انتوا بتحبوها، سواء بالمنشار، سواء بالسكينة العادية اللي هي المشرشرة دي اللي هي بتاعة العيش، زي ما انتوا حابين. المهم ان انتوا تقطعوه بالطريقة اللي انتوا حابينها. في الفيديو اللي فات في كيكة الفانيليا وريتكم برضو طريقة سهلة جدا للتقطيع لو انتوا ما عندكوش منشار، ولو انتوا خايفين ان انتوا تقطعوه بطريقة مش منتظمة شوية بالسكينة لوحدها، قلتلكوا حطوه في صينية صغيرة وبس. المهم ان يكون اطرافها بسيطة، اللي هي صينية البسبوسة اللي هي بيبقى الارتفاع بتاعها مش عالي، وبتمشوا بس على السكينة داير داير علشان تتقطع معاكم مظبوط. بس كده انا قطعته عادي بالسكينة المنشار عندي. وانا بالنسبة لي التكنيك ان انا بحطه في قلب الصينية تاني وبحشيه وهو في قلب الصينية، مش بيفرق معايا قوي القطعة طالعة مستقيمة 100% ولا لا، بيتظبط في الاخر.
بس بعد كده بقى بحط البلاستيك اللي هو البلاستيك راب في الاطراف الصينيه، وبرجع تاني القطع للصينيه، وببدا ان انا اخد معلقه من صوص الكراميل اللي احنا عملناه مع بعض. هسيب لكم رابط الوصف ان شاء الله، رابط الفيديو في الوصف. بحط عليها شويه بس من اللبن وبدفيهم لحد ما بيبقى الكراميل يختفي خالص. ببدا اشرب بيه التورته، وبعد كده بيبقى عندي الكريمة اللي احنا برضو عملناها، واسيب لكم الرابط بتاعها في صندوق الوصف على الاطراف بس كده، لمجرد ان انا اقدر احط معلقة او معلقتين من صوص الكراميل، واحط عليهم شوية من اي نوع مكسرات عندكم. ممكن تستكفوا بالكراميل، بس انا بحب الحشوة دي جدا مع بعض، يعني بيليقوا قوي على كيكة الشوكولاتة، والكراميل مع اي نوع مكسرات بيديني طعم رهيب. بحط كده معلقة من المكسرات الموجودة عندي، ممكن تكونوا يعني مقطعينها اتخن من كده، بس هي كانت عندي مفرومة اوريدي، فما حبيتش ان انا استخدم حاجة جديدة. بس كده هي دي كل الطبقات. هبدأ بقى احط طبقة طبقة، اسقيها بخليط الكراميل واللبن، وطبقة من الحشو وطبقة من الكريمة، واسويها لحد ما بينتهي عندي كل الطبقات. وزي ما قلتلكوا الطريقة دي بتخليني مش خايفة قوي من تقطيعة الكيك بتاعي، لان هو في الاخر بعد ما بدخلها التلاجة وبخرجها بيطلع عندي الكيك مستقيم مفهوش اي حاجة، فمش بقلق منه يعني. بس بعد ما بخلص كل الطبقات بتاعتي ببدأ ان انا اسويها، وبخلصها كلها زي ما انتم شايفين كده. بدخلها التلاجة عندي تقريبا يعني ساعة، بتبقى مناسبة قوي لحد ما بتتماسك كلها. وبخرجها بقى، ببدأ اني انا احط عليها كريمة من بره، واسويها بالسكرابر كده او اي مسطرة عريضة عندكم زي ما قلنا قبل كده. بتسويها او بتفضلي تسوي فيها لحد ما تاخدي الشكل المظبوط اللي انتي حباه، يعني حابه يبقى الشكل بيرفكت، بتفضلي تظبطي فيها وتدخليها التلاجة لحد ما الطبقه اللي بره تنشف، وبتبداي تحطي لها طبقه جديده. انا بحط طبقتين بس، دي اول طبقه بخلصها وبدخلها التلاجة لحد ما بتتماسك شويه. الحقيقه ان هي مش بتتماسك قوي لان الكريمه دي ما فيهاش زبده. وبعد كده خرجتها، ضفت على بقيه الكريمه لون ازرق، حاجه بسيطه قوي من اللون الازرق. يعني حبيت ان هي تناسب شويه لون الفستان بتاع بنتي بتاع عيد ميلادها، فهو تقريبا كان طالع نفس درجه الفستان. بس اهم حاجه برضو لازم تاخدوا بالكم منها، ان انتوا تختاروا الوان كويسه، لان انا اللون اللي اخترته حبب لي شويه الكريمه، فحسيت ان الماركه نفسها مش حلوه في اللون. بعد كده ببدأ برضو اسويها الطريقة اللي انتوا حابينها، وبتزينوها بأي تزيين. التورتة اللي فاتت انا استخدمت معاكم اللي هي الورود المجففة عادي، وشريطة من الستان. المرة دي حطيت اللي هو الشيت بتاع السكر، مجرد بس ان انا حطيته كده شوية شوكولاتة بيضة على الوش وحطيته عليها، وعملت ورود من فوق. تقدروا تستخدموا اي تزيين انتوا حابينه. انا بميل اكتر للحاجات البسيطه، يعني انا لولا ان بنتي حابه فروزن ما كنتش استخدمت اصلا الشيت ده، وكنت عملت لها اي حاجه ابسط. بس من جوه الكيكه بتبقى فلافي جدا، الحشو طعمه رهيب، والكريمه كمان تحفه. اتمنى ان انتوا تجربوها وتعجبكم ان شاء الله. اشوفكم في وصفه جديده عن قريب. مع السلامه.